بصي، طبيعي الحياة بتقف، مش هكدب عليكي ولا اقولك معلش، خصوصا لما نكونوا بنحبوا شخص ومرتبطين بيه وفجأة الشخص ده بدون اي سبب بيمشي، ما بنشوفش وشه تاني. وكمان لما بنيجي نتكلم معاه طب فهمني ايه السبب، ما بيدينيش سبب. كل شيء اسمه ونصيب. انا اكتشفت انك انتي ما تنفعيش ليا ولا انا انفع ليكي. النهارده جاي اقولك على شوية حاجات هتعمليها لنفسك علشان خاطر هو يندم وانتي كمان الليفل بتاعك يعلى، وانتي اللي تختاري وتشاوري وتختاري الشخص المناسب. كده كده هيندم، بس دي تبقى لنفسك انتي. شوية حاجات بسيطة هتفوقك من اللي انتي فيه. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. كالعادة لو كنت جديد معانا في القناة فانا برحب بيك وبقول لك اهلا بيك. انت في الريمونتادا، انت في القناة دي عشان خاطر تبقى على وضعك وكمان تعرف حاجة جديدة عن نفسك او عن غيرك. انتوا اللي بتطلبوا الفيديوهات دي في المنتدى، فيا ريت تخشوا على المنتدى وكمان تطلبوا اللي انتوا عايزينه، لان بنزل استطلاعات رأي كتير. ولو عايز تشترك معانا في القناة فده شيء يشرفنا تماما. بس تعرفني بنفسك على طول في الكومنتات وتقول لي انا كذا من البلد الفلانية علشان خاطر نرحب بيك. اول حاجة مش عايزك انك تحطي الموضوع في دماغك وموضوع يأثر فيكي، لان هو كده كده هيأثر فيكي وهتتضايقي وهتزعلي، والحياة بالنسبة لك هتبقى سواد السواد. خصوصا ان هو ما عطاش رد فعل، هو كل اللي عمله انسحب بهدوء، ما عطاناش اي حاجة تدل ان احنا وحشين او ان احنا مش هننفع ليه او ان احنا غلطين في حاجة او ان احنا في حاجة نقصانة. ما عطاش اي حاجة. ده بيخلق جوانا فضول ان احنا نعرف اكتر. فاول غلط بتروحي تعمليه انك تخشي تكلميه وتقولي له انت عملت كده ليه، طب نتفاهم، طب نتكلم، انا عايزة اقابلك، انا كل الحاجات دي بتخليه ان هو يمنع. طبعا حضرتك سوري في الكلمة زي الهبلة بتجري ورا مشاعرك وانتي مش فاهمة وانتي مش عارفة. كل اللي انتي عارفاه انك عايزة تعرفي ايه السبب. ما انتي بنت مش تقيلة، مش هتعرفي تبقي تقيلة. لازم تعرفي السبب عشان تعيشي مرتاحة. اولا ما ينفعش اللي احنا نروح نكلمه، لان ده غلط بيزيد الممانعة. ده مش هيحل. حتى لو عرفتي السبب هو اللي اختار فهو الخسران. فالنقطة دي بعد اذنك لو كنتي هتعمليها او لو كنتي عملتيها فاديكي اتعلمتي واديكي عرفتي. النقطة اللي بعد كده هو لو كان خير ليكي كان قعد. الشخص اللي بيحب حد دايما بيشوف عيوبه مميزات، دايما بيشوف عيوبه مميزات. بروزي النقطة دي. فما تزعليش على نفسك لان انتي مفكيش ولا عيب، لان هو لو كان بيحبك بجد هيشوف عيوبك مميزات. فاحنا ليه نزعل على نفسنا؟ ليه نتضايق؟ هو الخسران. كل ده تحطيه في دماغك. يبقى انا مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني ان انا اشغل التفكير او الوقت الصغير او الوقت الكبير اللي هو بيبقى موجود فيه في عقلي طول اليوم، ساعتين 3 ساعات، كل ما اشوف موقف كل. طب اشغل وقتي ازاي؟ اول حاجة لازم ابقى عايزة اشغل وقتي علشان خاطر اطلع من ده، وفي نفس الوقت اشغله صح عشان يندم، وكمان عشان الليفل بتاعي يتطور واقدر ان انا اوصل لمرحلة من الانوثة الصحيحة وكل الناس تبقى عايزاني او انا اللي احط رجل على رجل واطلب. اول حاجة لازم اهتم بشكلي. الشكل مهم جدا يا بنات، خصوصا للرجالة، لان زي ما انتوا عارفين الراجل بيتحكم في غريزته. الراجل دايما ماشي ورا غريزته. مش كلهم يا ريمونتادوية، لان احنا بنتفرج اوكي مفيش مشاكل، يعني 80% منهم ودي نسبة كبيرة ماشي ورا غريزته. دايما عايز الحاجة اللي هتريحه في الاخر. في ان انا اهتم بشكلي، اهتم بمظهري. طب في واحد من ضمن 20% التانيين هو ده اللي احنا عايزينه. لازم ابقى فرصة مميزة، اهتم بشكلي، اهتم بمظهري. مش لازم اجيب براندات عالية جدا علشان خاطر اعلى بالليفل بتاعي. لا، الموضوع مش كده تماما. ممكن باشياء بسيطة بتفكيرك ودراستك تقدر ان انت تشكليها على
نفسك مهم جدا ان انا اهتم بنفسي، لازم احلو، لازم احط في دماغه ان انا بقيت في مستوى اعلى، لازم هو يقول لنفسه ويتكلم بنت حلوت ليه بعد لما سبتها، مش عايز اعرف منك حاجة، شكرا، ابعد، ارجع، هو ده اللي انا عايز اعمله. دي اول حاجة. الحاجة التانية لازم تحاولي انك تهتمي بجسمك، ويعني مظهرك مع جسمك هيفرق جدا. اهتم بجسمي، مش افضل بقى اكتئب واكل واعمل واسوي وي كل ده غلط. الولد حتى لو كان سايب البنت بيفضل يراقبها من بعيد لبعيد، في الستوري، في حاجات كتير جدا في الشغل لو كنتوا بتتقابلوا. فان انا لازم اهتم بجسمي، ما ينفعش اخليه يقول انا كنت صح اصلا، حتى لو هو كان عايز فرصة اعلى منك احلى منك، انا بقى هوصل للحاجة دي عشان نفسي، عشان انا اللي اختار، مش حضرتك اللي تسيبني. فانا لازم اعلى بالليفل بتاعي، ولازم اقرص على نفسي في الدايت، ولازم اطور من نفسي، ولازم اهتم ببشرتي واهتم بشعري. كل ده بيفرق مع الولد جدا. مش هو مش من غير ما يتكلم خلاص اوكي براحته. حاجة مهمة جدا هتفرق جدا، لازم دايما يشوفك فرحانة، لازم دايما يشوفك فرحانة، لازم دايما يشوفك فرحانة، حتى لو ما كنتش قادرة، حتى لو كنت بتشوفيه من جواكي بتترعشي بتهتزي، حتى لو انت خلاص. طب هو ما بيشوفنيش، يشوفك عن طريق السوشيال ميديا لو ما كنتوش عاملين لبعض بلوك، فاكيد الموضوع هينتهي على الهادي يا زبادي والدنيا لطيفة، ويقولك احنا ما ننفعش لبعض، وهو يعني بنسبة كبيرة مش هيعمل بلوك. لو عمل فهقولك تعملي ايه في النقطة اللي بعد كده، ولكن لو ما عملش فياريت نكونوا فرحانين، بوستاتنا فرح، بخرج وبتفسح مع اصحابي، الدنيا تمام، الدنيا حلوة، ودي بتفرق جدا. هيحس ان هو غلط، في حاجة عملها غلط، البنت فرحانة، البنت على عكس توقعاته. انت ما كنتيش هتفرقي معاه لان هو سابك، كنت هتفرقي معاه لو كنت انت فرحانة، لكن الطبيعي ان انت هتبقي مكتئبة، ما بتنزليش، مش عايزة مش عايزة مش عايزة، لا انا عايزك دايما فرحانة، كل يوم بتنزلي خروجات، كل يوم بتنزلي صور، وكل يوم بتتكلمي في موضوع شكل مع اصحابك ايا كان. طب النقطة اللي بعد كده، هو عامل لي بلوك، اتعامل ازاي؟ عن طريق انك تبيني انك فرحانة مع صحاب مشتركين، ما تجيبيش سيرته خالص قدامهم، ولكن بيني انك فرحانة. هيوصل له وكده كده هيعرف، هيتقهر، هيموت ان هو ضيع فرصة مهمة من ايده. ممكن الحاجات دي تبان لك انك تافهة، على فكرة انا بنفذ، انت بتنفذي بس مش على المدى البعيد، على المدى القصير، وده غلط. فبعد اذنك لما تيجي تنفذي اشتغلي على نفسك، ما تستنيش النتيجة السريعة، ما تقوليش انا تعبت وحاولت ومش عارفة اطلعه من تفكيري. اكتبوا لي تحت في الكومنتات، عرفوني بقى عايزيننا نتكلم في ايه، نكمل السلسلة دي ولا لا. بحب اقرا الكومنتات وارد عليها، كل الكومنتات على فكرة. ان شاء الله نحاول ان احنا نفرحكم دايما، ولو كنت جديد معانا اشترك لو عايز تشترك في القناة، وعرفني بنفسك. شكرا ليكي، وشكرا لكل برضو ولد تابع الفيديو. سلام عليكم. وعلى فكرة الفيديو ينطبق على الولد وينطبق على البنت. سلام عليكم.